تحدثت على الخبرة والتمرس لا لشيء سوى لأنك تذكر إسبانيا، لكن على الميدان هي تفتقد هذه الخبرة لأن المنتخب الإسباني أتى بمنتخب شاب جديد. لذلك أنا يعني بالنسبة لهذه المباراة أنا أولا أتوقع نتحدث عن إنريكي مثلا. إنريكي يملك هذه التجربة والخبرة. لا يملك التجربة الكبيرة التي نتحدث عنها، وليس ديل بوسكي يا عماد. أنا أقول بأن المنتخب المغربي لديه كل الأوراق للمرور إلى الربع، لكن عودة إلى هذا المنتخب يا عباد. أنا في بداية قبيل المونديال ماذا قلت لك؟ قلت لك شيئين: يا إما أن تخرج المغرب من الدور الأول بلا نقطة، ويا إما ننتظر المباراة الأولى للوقوف على هذه التجربة، تجربة إسناد العائلة الفنية للركراكي، لنحكم على هذا المنتخب ولنحكم على مستواه يعني